كدوز دائما حكاية كتروى ولا فراغ كيتنسى. هلو السلام عليكم أصدقاء صديقات، مرحبا بكم في قصة جديدة. مرحبا بكم في القناة ديال خوكم مارو. فكالعادة قبل ما نبداو ما تنسوناش بلايك، شي كومونتير زوين، كنتي جديد اشترك في القناة ويلا بينا. الزمان بحال شي رحى كيطحن غير اللي قلب ورطب وما كيخلي غير الحجر القاصح. كيقولوا الرجال كيعجنهم الجوع وكيكويهم الالام فرا القسوة باش يوقفوا على كتافهم. جلس شرب ديك الجغمه جاتاي قبل ما تبرد وخليني نرجع بيك لواحد الوقت فين كنت باقي كنشوف الدنيا من التحت، وقت ما كان فيه لا زواق لا كذوب. كنت ديك الساعه يلا قافل 6 سنين ساكنين في واحد الدوار معلق في جبال الاطلس، منسي من بال البشر. خربتنا مبنيه غير بالتراب والجبل، السقف مفرش بالقصب والحيوط مدنيه بحال كتبكي. البرد في هذيك البلاصه ماشي غير كيقرص، البرد كينخر العظم، كيقطع اللحم بحال شي زيزواره حافيه مصديه. اما على برا فكان الريح كيصفر بحال شي ديب مجروح كيعوي وسط الخلا. اما الداخل الضو الوحيد اللي كاين هو داك الجمر الاحمر في المجمر د الطين، كنتخاطفو على السخونيه ديالو، والضو ديالو كيلعب على وجوهنا وكيرسم خيالات كحله في الحيط. ساكتين كنسمعو غير ترتيق الجمر وريحته تاهي المشحره بالشيبه طالعه من الدخان كتدفي الكانه. با كان هو الساريه اللي هزا الخيمه. فاش كنشوف فيه كنشوف جبل جالس، ولكن اكثر حاجه باقا مرسومه في خيالي هما يديه، دوك اليدين اللي ما كانوش عادي، حرشين بحال غيتحرش ومفلحين بالتماره ديال الحجر وضربة الفاس. ريحتهم ديك الريحه ديال التراب الفازق، العرق الكحل، والرجوله اللي ما فيهاش غرام ديال النفاق. كنت كنبقى ساعي فيهم فاش كيشد كاس ديال اتاي، كيبان الكاس بحال شي لعبه صغيره بين صباعو الغلاض. عمي بوشعيب كان جالس معانا، عيني بحال ديال شي مشجيعان ومكار، ديما حاضين داكشي القليل اللي كيجيب با من عرق كتافو، كيمص في كاسو، كيجر داك اللب ديك الجغمه الاخرى داتاي بواحد الصوت كيطلع عليا الدم وكيخنزر فيا. نحنح عمي مسح فمو بكم جلابه وقال: اسمع الحسن، وهاد الدري راه طوال ولا كياكل خبزه قدو قداش. ايوا غدا دي معانا الغار، يلقات غير الفتاش ديال الحجر يعاونك في مصروفو. ايوا يجيب ليكم باش دوزوني تاد الشتا الكحله. با ما جاوبوش بالزربه، حتى كاسو فوق الصينيه بالجهد، حتى غوتو الكيسان وبغاو يتهرسوا. خنزر فيه بواحد الشوفه كتجمد الدم، عرق جباتو تنفخو وقال لي بصوت ثقيل وخارج من القرجوطه بحال الرعد: ولدي باقي لحمو خضر ابو شعيب، ولدي ما غاديش يعتب ديك البلاصه، ما حدي كنشم الهواء وكنمشي على جوج رجلين. انا نتقطع طراف وسط داك الحجر وهو يقرا ويتعلم. جبتي هاد الهضره مره اخرى فهاد الدار غنسى، نسى بلي راك خويا اللي بيناتنا يتقطع. عمي سكت، زم خنايفرو بلا ريقو، ولكن الشوفه ديالو بقات مسمومه. كان باغي يديني الغار. هاد الكلمه بوحدها كانت كترعدني، كدير لي التبوريشه في لحمي. انا ما عمري شفتو، ولكن في كلام الكبار الغار ماشي خدمه، الغار بحال شي غول حال فمو في كرش الجبل، وغول ما كيشبعش، كياكل الصحه ديال الرجال، كيمص الدم ديالهم وكيردهم لديورهم غير قشوش خاويه، صدورهم عامره بالغبره والموت البطيء. شحال من واحد من الدوار دخل ليه واقف مقاد وخرج منه ملفوف في كفن. عمي ناض ساس جلابته، خرج وخبط الباب وراه، خلى موراه غير ريحه الكار والخانزه
مخلطة مع السميقلي د الليل. بغيت نهد واحد التنهيدة ثقيلة، هزني من الأرض وجبدني عنده وعنقني. حسيت بديك اللحية الحرشة ديالو وديك اليد العظيمة اللي حط على ظهري الصغير. كانت حرشة ولكن فيها واحد الحنان في شكل. قرب فمو لودني وقال لي بصوت حنين ولكن فيه واحد الحزن: ولدي، هاد الدنيا راه ما كتعطيش بالخاطر، كتاخد منها بالدراع. خليك ديما قاصح، حيت الرطوبية في هاد الجبل كتعني الموت. عنقتو بجهدي، خشيت راسي في صدرو وحسيت بواحد الدفا عمري غنساه. لغت ليه بالضبط مع الفجر يلا بدا كيتململ والضوايا ديال الدار باقا كحله بحال القطره. فقت على صوت ديال با هو كيوجد راسو، ما كاين لا ضو لا والو، غير الحس ديال يديه كيقيسو الحيط وصوت النفس ديال الصدر طالع هابط بحال شي فران ديال العواد خدام في وسط الدار. شفتو من تحت الغطا، كان لابس ديك الجلابه ديال الصوف الغليظه اللي ما باقيش كيبان لونها من كثرة الغبره. هز القفه ديالو ودار فيها ديك الخبزه اليابسه وشويه الزيتون. قبل ما يخرج قرب لجهتي، حسيت بريحه البرد جايه جهه الباب. حط يدو على راسي، ديك اليد اللي قلت ليك عليها كانت بارده بحال الثلج، ولكن فاش كتقيسني كتحس بواحد القوه كدوز ليك وسط ذاتك. بقى نعاس السبع، تهلا فمك، قالها بصوت بحال الهمس وخرج. تبعت خيالو من الثقبه ديال الباب. الدوار كان باقي غارق في واحد الضبابه ثقيله والبرد على برا كيزوي. شفت با غادي وكيتمايل مع العقبه غادي لجيت داك الغار. الجبل كان كيبان في داك الغوبش بحال شي وحش ناعس كيتسنى غير فوقاش يفيق باش يبلع بنادم. طلعت الشمس، ولكن شمس الجبل ما كتسخن ما كتدفي، غير ضاويه. خرجت حفيان، رجلي كيتغرسوا في داك التراب الفازق والبرد كيقرص صباعي. كنت كنلعب بشويه ديال الحجر حدا العتبه، راسي عامر بكلمات عمي بوشعيب وبديك الشوفه المسمومه ديالو. واحد شويه بان لي عمي طالع من الهبطه، ما غاديش للغار اليوم، جايني شال جهه دارنا. كان لابس قشابه رقيقه وعينيه كيدوروا في كل قند بحال شي حد كيقلب على شي حاجه ضايعالو. وصل عندي وقف عليا بحال شي ظل كحل: الولد، فينا وباك؟ سولني وصوتو فيه واحد الرعده غريبه. قلت ليه مشى الغار من الفجر. جاوبتو وانا كان خبي يدي مورا ظهري خايف من ديك الشوفه ديالو. ضحك واحد الضحكه ناقصه، ضحكه خاويه ما وصلاش لعينيه. قرفص حدايا حتى ولات ريحه الكارو الخانزه في نيفي. شدني من كتفي وزير عليا بواحد الجهد اللي ضرني: يا باك وكيسحاب لي راسو جبل ما يتزعزعش، ولكن الجبل وراه كياكل حتى الحجر. يا ولدي واسمعني مزيان، والصبر ديال بوشعيب وراه قليل، والرزاق اللي حابس عليه باك خاصو يخرج بطريقه ولا بخرى. نفض يدو عليا وناض وقف، بقى كيشوف السما واحد شويه ومن بعد دار وبدا كيشوف في جهه الجبل في كاين منجم. كان كيشوف بواحد الطريقه في شكل بحال الا كيتسنى شي حاجه تفرقع تماك. دازت السوايع ثقيله والسكات ديال الدوار بدا كيولي مخيف. العيالات اللي كيكونوا في العاده كيغوتوا ولا كيصبنوا حتى العين اليوم كانوا مجموعين مجموعات صغار وكيهمسوا. واحد الاحساس ديال الغمه نزل على صدري، وفجاه واحد الصوت زلزل الجبل، ماشي رعد وماشي ريح، كان صوت بحال الا الارض تفرقعات من الوسط. صوت خلى الحجر يطير من السقف ديال دارنا وخلى الطيور تطير من الشجر وهي كتغوت. قلبي بدا كيضرب بحال شي طبل. شفت العيالات خارجين كيغوتوا وكيندبوا والدراري الصغار كيبكيو، كلشي كيشوف في الجهه وحده، جهه الفم ديال الغار في كانت طالعه واحد الغبره كحله وغليظه. مي خرجات كتجري وجهها ولا صفر بحال الشمع.
شدات في كتفيه بالجهد وهي كتنهج. باك باقي لداخل ولدي. ديك الساعه الدنيا تقلبات، الدوار اللي كان ساكت ومزموت ولا بحال شي عش ديال النحل. العيالات خارجين شعرهم مطلوقه ونديب كيزلزل الجبل. بقيت كنجري مع الناس، رجليا الصغار كيتخبطوا في الحجر والبرد كيضرب في صدري العريان. وصلنا لفم الغار، تماك الشوف كيتوضر. واحد الغبره كحله وغليظه كانت خارجه من الكرش ديال داك الجبل، غبره فيها ريحه البارود محروق وريحه التراب الميت. الرجال اللي كانوا على برا بداو كيدخلوا وسط ديك الغبره كيغوتوا بالسميات: حماد، ابو عزه، والحسن. امي طاحت على ركابيها حدا واحد الحجره كبيره، بدات كتصف في التراب وكتغوت بسميت با بالجهد. واحد الغوته خلات قلبي يتكمش. كنت كنشوف في ديك الغبره وكنتخيل داك الغولي لداخل. واش بصح بلا عبا؟ واش دوك اليد ديال الحرشين اللي كيعنقوني كل ليله دابا راهم تحت الردم؟ واحد شويه بدات الطبابه كتقشع، بداو كيخرجوا الرجال. واحد هازين ربعه، واحد كيتململ وهو كيكحب الدم، واحد خارج كيجري بحال ميت اللي حي ليزان ديال بقيت شاد في الجلابه ديال امي، عيني ما كترمش، كنقلب على ديك الجلابه ديال الصوف الغليظه. وفجاه بان ليا خرج من وسط ديك الغبره بحال شي خيال جاي من عالم اخر. با كان كله بيض مغطي بواحد الغبره ديال الجير والحجر. وجهو ما كتبينش الملامح ديالو، غير عينيه اللي كانوا كيلمعوا وسط داك الغبار الابيض بحال الجمر. كان غادي وكيتمايل هاز في كتفو واحد الراجل اخر، والدم كيسيل من جبهته ونازل على وجهه، داير خطوط كحلين وسط الغبره. امي ناضت كتجري بغات تلوح راسها عليه، ولكن بوقفها بواحد الشوفه قاصحه. حط داك الراجل فوق الارض وتنهد واحد التنهيده خلات الصدر ديالو يصفر بحال شي باب قديم. قربت عنده شديت ليه في يدو، ديك اليد اللي كانت البارحه غير حرشه اليوم كانت عامره بجروح اللي غارقه، والضفار ديالو اللي كانوا مهرسين بسبب الحفير في وسط الردم. دار عندي ونزلت لحدا راسي، مسح على وجهي بديك اليد المجروحه. حسيت بالدم ديالو سخون الى حنكي البارد. باقي واقفه ولدي. الجبل ما بغانيش اليوم، قالها وهو كيكح كحه خلاتو يطوى على جوج. في ديك اللحظه بان لي عمي بوشعيب واقف من بعيد مكمش تحت الشجره كيشوف في با بواحد الشوفه غريبه. ماشي الشوفه ديال الفرحه حيت خوه عاش، لا، كانت شوفه ديال بنادم اللي تخيب ليه الظن ديالو، بنادم اللي كان كيتسنى الغار يدير ليه الخدمه اللي مكسل هو عليها. با شاف فيه وعمي دور وجهو بالزربه. با جرني عنده وزير عليا بالجهد وقال لي كلمات بقاو محفورين في دماغي حتى لدابا: اسمع السبع، الغار كياخد غي اللي كيخاف منه، اللي بغى يعيش وسط هاد الدياب خاصو يتعلم يضرب قبل ما يتضرب. هز راسو جهة القمه ديال الجبل، وفي ديك اللحظه السما بدات كتزير والريحه رجعات كتحفر في الحيوط. حسيت بلي هاد النجاة ديال با ماشي هي النهايه، هادي غير البدايه ديال واحد الحساب عسير غادي تجمع فيه الدم والتماره والغدر ديال القريب قبل البعيد. با رجع للدار ولكن ما بقاش هو با اللي كنعرف. النفس ديالو ولا ثقيل وشي حاجه ماتت لداخل فيه في داك الغار. السكات اللي نزل على الدوار كثر من السكات ديال القبر. امي كانت جالسه حداه كتمسح لي داك الدم اللي ما بغاش يحبس من الجبهه ديالو. ولكن با ما كانش معانا، عيني كانوا مسمرين في واحد الفتحه صغيره في السقف كيشوف شي حاجه حنا ما كناش كنشوفوها. واحد شويه والدار بدات كتحس بواحد البرد غريب، ماشي البرد ديال برا، برد جاي من الداخل. باش بدي يدو من تحت الجلابه، ديك اليد اللي كانت مجروحه ومدميه كانت جامعه القبضه ديالها شي حاجه. الحسن، شنو هادشي؟ سولات امي بصوت كيرعد. با حل يدو بشويه،
وبان واحد البريق هابط وسط داك الضلال. ماشي ذهب وماشي حجر عادي، كانت قطعة ديال الحديد قديمة مصدية، ولكن فيها واحد النقوش غريبة بحال الا محفورة بضفار ماشي بآلة. غير شفناها الشمعة طفات بوحدها والريح برا سكت مرة واحدة، سكات اللي كيطرطق الودنين. في ديك اللحظة سمعات دقة في الباب، دقة خفيفة ميتة بحال الا شي حد كيضرب بطفارو ماشي بصباعو. با وقف بالزربة واخا كان كينزف، خبا ديك القطعة في جيبو وشاف فيه واحد الشوفة خلاتني نتكمش بلا هواية. قرب ليا وهمس فودني وريحة الغبار والبارود خارجة من فمو. اللي شتيه اليوم ولدي يدفنو السكات. مشى حل الباب وبان عمي بوشعيب واقف في ديك الظلمة، وجهو ما كانش كيبان، غير عينيه اللي كانوا كيلمعوا بحال القط وسط الليل. أصدقائي صديقاتي، كانت هذه البارت الأولى من قصنا. نتمنى القصة تعجبكم، قصة زوينة بزاف واعرة باقي عامرة أحداث. هذه غير البداية كيف كنقولوا. المهم ما تنسوناش بديك لايك، شي كومنت زوين بطبيعة الحال إلا عجبتكم القصة، التعليق ديالكم هما اللي كيحفزوني باش نبقى ديما نحط لكم الجديد. سو أصدقائي هذا مكان، تحياتي لكم، نتلاقاو في جزء آخر، إلى اللقاء.